ننتقل الآن إلى الدقيقة 9 التي أذيعت يوم 22 نوفمبر سنة 2009 على الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. قال كمال الحيدري في الدقيقة 40 في مقدم البرنامج: تحية لفضيلة الشيخ. عندي عدة أسئلة وإن شاء الله في دقيقة واحدة إن شاء الله. إذا تكرمت إن شاء الله. السؤال الأول: نحن نؤمن كأهل السنة والجماعة نؤمن بوجود المهدي. نعم. ولكن يا فضيلة الشيخ هل تفسر لنا هل صحيح بأنه سوف ينزل على مكة والمدينة ويقتل من فيها؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني: يا فضيلة الشيخ هل المجلس الآن وأنت فارسه وحضرتك عالم وصاحب علم جليل يحتاج إلى عالم من علماء السنة أن يجلس أمامك، لأنه لا يجوز أن تطرح القضايا وتطرح المفردات الفقهية والتشريعية بدون أن يكون رجل صاحب علم يرد. وأنت حضرتك دائما تقول الذين يخرجون في الفضائيات لا يملكون كذا وكذا. أنت عالم جليل وتعرف أن الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشيء الثالث أريد أن أرتاح منه: هل صحيح إن عند أهل الشيعة كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب؟ طيب هذا خارج عن الموضوع. وشكرا لك ولمقدم البرنامج ولقناة الكوثر. حياكم الله. حياكم الله. اسمحوا لي خلي أجيب قبل المنهج الذي يتكلمون. نعم أحسنتم. أشار إلى كتاب فصل الخطاب في الجواب كتاب ليس مقبولا، كتاب ساقط عندنا من الناحية العلمية، لا قيمة له، والاستدلال به لم يقبله أحد من علمائنا المتأخرين، لأن هذا الكتاب متأخر، هو لا من المتقدمين. نعم. من المتأخر لا قيمة له. وأنا يوجد عندي كتاب في نفي التحريف عن القرآن، وتقريبا أخي العزيز أجمعت كلمة علماء مدرسة أهل البيت على أن القرآن الذي بيد المسلمين هو القرآن الذي ندين الله به. طيب أقول إخواني الكرام، أولا كمال حيدري يقر بوجود كتاب فصل الخطاب. كمال حيدري يقر بوجود كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، لكن يقول أن الكتاب ساقط من الناحية العلمية ولا يستدل به. الحمد لله، هذا أحد علماء الإمامية يقر بوجود الكتاب، وليس كغيره الذين ينفون أن يكون حسين نور الطبرسي قد ألف كتاب فصل الخطاب. ثانيا أن كمال حيدري تكلم عن الكتاب الذي هو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ونسى أن يتكلم عن صاحب الكتاب الذي هو الميرزا حسين نور الطبرسي، الذي هو من أعظم علمائهم، بل يلقب بخاتمة المحدثين. ومن مكانته العلمية عند الاثني عشرية أنه دفن بالنجف في الصحن الحيدري، وله كتاب المستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الذي يعتبر أحد الكتب الثمانية المعتبرة عند الاثني عشرية. إضافة إلى أن تلاميذ حسين نور الطبرسي من كبار علمائهم كغبزرك الطهراني صاحب الذريعة، وعباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، وعبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب المراجعات المكذوب على أهل السنة والجماعة، ومحمد حسين الكاشف الغطاء، وغيرهم من علمائهم الكبار.